حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. هنعمل الأكلة الحلوة دي، أنا ندمت اللي عملتهاش بالطريقة الحلوة السريعة دي. لو عندك أطفال، لو بتشتغلي، لو عروسة جديدة، هيعجبك الطريقة الحلوة دي. يلا، لو لسه ما تعرفونيش، أنا أختكم سارة سعيد، ودي قناتي. يسعدني ويشرفني الاشتراك وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. معانا نص كيلو مكرونة زي ما تحبوها، ومعانا ربع كيلو لحمة مفرومة، وبصلاية واحدة بس. الحلة معانا مية من الحنفية. والنجاح المكرونة، المية لازم تغلي كويس، وأثناء قبل ما تحط المكرونة على طول تقومي ضايفة معلقة صغيرة من بتاعة الشاي ملح، وزيها بالظبط زيت. المية تغلي عدي من 1 ل10، بعد كده ضيف المكرونة. أي نوع مكرونة عندك مش هيقول لأ، ومش هيبوظ ولا هيعجن. تمام؟ خلاص، معانا المية غلت اهو، وعدينا لغاية 10. نصب المكرونة، نحطها كده في المية ونقلبها كده. لازم المية تكون مغطية المكرونة. تمام. المكرونة بقى اللي بصلصة لازم تبقى نص سوا، علشان تشرب الصلصة ويبقى طعمها حلو. أول ما المكرونة تغلي بنصفيها وبنغسلها تحت الحنفية. معانا 4 طماطميات معصورين ومتصفيين، وهنحطهم في شفشق معانا عشان يبقى جاهز. هنقطع معانا بقى فلفلة رومي. لو عندك فلفل ألوان مش هيقول لأ، لو مش موجود يبقى خلاص. ناخد معانا الفلفل الرومي واحدة بس. أنا عملت الكمية دي على قد نص كيلو المكرونة اللي معانا. أنا بجيب مكرونة سايبة، أسهل وكمان أوفر. بس هاتوا نوع حلو يكون كويس. يعني لو انتي تحبي تدبري كده وتجيبي حاجة الشهر، تجيبي من كل نوع نص كيلو. نص كيلو أقلام، نص كيلو سباكيتي، نص كيلو مرمرية بتنفع في الكشري. كده عملت ميزانية حلوة للمكرونة، وكمان المكرونة بتنفع في أي زنقة ممكن انت اتزنقتي فيها ومش عارفة تطبخي ايه. حلوة كده. هتنظميها بقى في منظمات أو برطمانات عندك فاضية، تحطيها في ضرفة الدولاب. يبقى عندك خزين البيت مكرونة تتعمل في أي وقت. بردك ملح، سكر، أي حاجة عندك حطيها في برطمانات ينفع لخزين البيت. وكمان ما تقعديش كل يوم تقولي هناكل ايه. خلصنا تقطيع الفلفل الرومي، هنقطع مع بعض الفلفل الحراق لو حابة الأكلة تبقى سبايسي. تمام. خلصنا تقطيع الفلفل وعصرنا الطماطم، والمكرونة بتتسلق على النار. خلصنا كده. تعالوا بقى الحلقة اللي بعد كده. المكرونة معانا اتسلقت، هنفتح عليها المية لازم علشان تغسل كل النشا اللي كان فيها علشان ما تعجنش. تمام. خلصنا سليق المكرونة. ندخل بقى في تحضير بقية الأكل. هنعمل ايه؟ هنجيب البصلاية الصغيرة، هنقطعها مكعبات ناعمة، هنرش عليها رشة ملح زي ما اتعودنا. وبعد كده هنجيب الحلة اللي هنطبخ فيها المكرونة، هننزل بمعلقتين زيت، وهننزل بمعلقة زبدة، وممكن تستبدل الزبدة بالسمنة. هننزل باللحمة المفرومة، هنخليها تتشرب من الزبدة والزيت. بعد كده هنديها تقليبة. كل ما هتقلبي اللحمة في الزيت والسمنة أو الزبدة هيديها طعم حلو كأنك بتشوحيها. أول ما اللحمة بقى لونها يتغير، هننزل بالبصلة اللي احنا قطعناها ورشين عليها حبة ملح صغيرين. طريقة التعصيجة دي حلوة وعجبتني. الأول كنت بحط البصل يتشوح مع المادة الدهنية، بعد كده كنت بحط اللحمة عليه. لقيت الطريقة دي حلوة قوي، وكمان هضيف عليه إضافة الوقت تشوفوها خليتها في حتة تانية خالص.
لون اللحمة اتغير هنبدأ ننزل بالبصلة وبرضه نديها تشويحة مع اللحمة، والملح بيخلي البصلة تستوي بسرعة، يخلي طعمها حلو، وكمان لونها ما بيغيرش. نديها تقليبة كده تشويحة في السمنة أو الزبدة والزيت، نديها تقليبة على نار متوسطة. بعد كده هنضيف الفلفل الرومي والفلفل الحراق، نديه تقليبة كده، وأول ما تشم ريحة الفلفل مع اللحمة فص توم صغير مدقوق ننزل بيه مع اللحمة يتشوح مع باقي المكونات. الحتة دي ودت الأكلة بتاعتنا في حتة تانية. خلصنا خلاص تشويح بإيد بصل مع اللحمة والفلفل الرومي، نبدأ بقى نحط بإيد المكونات بتاعتنا: ملح، فلفل، كمون، بهارات اللحمة، وشوية بابريكا وشوية شطة صغيرين. أكتر من كده ما هنحطش، ما نزودش بهارات كتير علشان الأكلة بتاعتنا ما تغيرش طعمها. وبرضك هقول لكم على حاجة اتسألت عليها: عندي كمية بهارات ومش عارفة أخزنها ازاي والصيف داخل وخايفة تسوس مني. هقولك على فكرة حلوة صغنطوطة: أول ما البهارات تجيلك حمصيها واطحنيها، وفي برطمانات المربى حطيها، وفي التلاجة في الدرج بتاع التلاجة على طول حطيها. عمر ما البهارات هتسوس منك ولا هتبوظ منك. ننزل بالطماطم المعصورة على اللحمة المتعصجة ونغطي عليها ونسيبها تتسبك مع نفسها مع رشة السكر الحلوة، وتسيبها تتسبك. هتاكلوا أحلى أكلة النهاردة، سريعة ومنجزة، وبعد كده هتعملوها بالطريقة الحلوة دي. هنقلب بقى كل المكونات مع الصلصة، ولو عايزين بقى الصلصة يبقى لونها أشد تقوموا حاطين معلقة صلصة كبيرة أو معجون الطماطم. نملح بقى الأكل ونسيبها كده بقى مع نفسها. حطيت بقى شوية زعتر كده على الوش وهتشموا ريحة بقى خطيرة. نغطي كده بقى المكرونة، وممكن كمان تضيفوا مع الزعتر شوية ريحان، هتدي المكرونة في حتة تانية. نغطي بقى اللحمة مع الصلصة تتعصج مع نفسها. أول ما تبدأ تغلي ونشوفها بتبقبق كده ووصلت للمرحلة دي، هننزل بالمكرونة المغسولة اللي متصفية من المية خالص، ونديها تقليبة من تحت لفوق كده، ونعلي النار سيكة. أول ما تغلي هنقوم موطيينها ونسيبها تتسبك مع نفسها. طريقة سهلة ومنجزة وهتعجبكم، وفي أي وقت هتطبخوها. خلصنا خلاص المكرونة شربت من صلصتها، هنغطي عليها ونطفي النار وخلاص. التكاية دي بقى من عندي شوية جبنة كده على الوش، لو حابين، مش حابين يبقى تاكلوها كده مع اللحمة بقى، والجبنة السايحة اللي بتمط هتوديكوا في حتة تانية. تا 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 تا، أكلتنا خلصت ببركة بسم الله. اوعدوني بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والتعليق الحلو منكم. ومزيد من الأكلات اشتركوا في القناة، وما تنسوش متابعة البيدج. يومك أحلى مع سو. دمتم في رعاية الله وفضله، مع السلامة.